بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. قبل ما ننساش ندعي لإخوتنا في فلسطين، اللهم نصرك العزيز المبين، اللهم آمين يا رب العالمين. هنتكلم مع حضراتكم ونروح مع بعض للأفضل إفريقيا، التصنيف الأفضل إفريقيا، أفضل النوادي إفريقيا. هنقول في المقدمة كالعادة يا سادة، ودي ما فيش فيها جدال، إن الأهلي المصري رقم واحد. وهنقول لحضراتكم النقط، يعني كل فريق بياخد كام نقطة، عشان التصويت هو اللي بيخلي عدد النقاط هو اللي بيخلي الأول والثاني والثالث حسب الترتيب وحسب النقاط. فجاء الأهلي المصري جاء في البداية الأول ب 129 نقطة. يجي في المركز الثاني مين يا عم أحمد؟ المركز الثاني الوداد المغربي ب 108 نقطة. المركز الثالث صن داونز الجنوب افريقي ب 98 نقطة. نروح للمركز الرابع حضراتكم، نلاقي فيه الترجي التونسي بكام نقطة يا عم أحمد؟ ب 90 نقطة. طب الخامس مين؟ شباب بلوزداد الجزائري ب 63 نقطة. نروح للسادس بترو أتلتيكو الأنجولي بكام نقطة يا عم أحمد؟ ب 58 نقطة. نروح للسابع، ناخد سيمبا التنزاني ب 55 نقطة. الثامن الرجاء البيضاوي المغربي ب 45 نقطة. نروح لرقم 9 الهلال السوداني ب 35 نقطة. امال فين بقية النوادي المصرية؟ طول بالك يا عم احمد. نروح لرقم 10 مازيمبي الكونغولي اللي هنلعبه ان شاء الله يوم السبت، بعد بكره ان شاء الله يوم السبت. واخد كام نقطة مازيمبي؟ 31 نقطة. خد بالك بقى، شوف احنا في الأول الأهلي هيتقابلوا في نص النهائي، الأهلي ومازيمبي يوم السبت. الأهلي رقم واحد إفريقيا، الأفضل إفريقيا ب 129 نقطة. ومازيمبي اللي هيلعب معانا، مازيمبي الكونغولي بكام نقطة؟ ب 31 نقطة. يعني الفرق واضح، فلازم نعمل ماتش كويس ونتيجة وسكور كويس إن شاء الله بإذن الله. خدنا رقم 10 مازيمبي. طيب ال11 مين يا عم الحاج؟ حورية الغيني ب 29 نقطة. نروح لمركز 12 فايزر تشيفز الجنوب افريقيا، يعني في فرقتين من جنوب افريقيا، صن داونز وفايزر تشيفز. ده رقم 12 وعنده 28 نقطة. نروح بقى للإنجاز والإعجاز والمفاجأة الكبيرة، الزمالك المصري الملكي الفني والهندسه في رقم 13. جاء في الترتيب ال 13. عنده كم نقطه يا عم احمد؟ عنده 28 نقطه. بسم الله ما شاء الله. يجي وراه ابن عمه، ما هم حبايب. مين ابن عمه؟ الثلاث اهرامات، البيراميدز، الطموح، الاسيوطي سابقا، وانا وانت. يجي في المركز ال 14. بسم الله ما شاء الله، الاثنين ورا بعض ورا بعض، يا ده يا ده يا ده يا ده. البيراميدز الطموح في المركز ال 14 افريقيا بكام نقطة؟ ب8 فقط. خير وبركة. يبقى الزمالك فايز عن بيراميدز ب 20 نقطة في التصنيف الافريقي لافضل نادي. الزمالك في المركز ال 13 ب 28، بسم الله ما شاء الله. ويليه في المركز ال 14 بيراميدز الطموح بثمان نقاط فقط. ده كان التصنيف للأفضل نوادي في إفريقيا. طبعا احنا كالعادة يا سادة الأول ب 129 نقطة، والزمالك ب 28 نقطة في المركز ال 13، وبيراميدز في المركز ال 14 بثمان نقاط. حبيت بس أطلع أقول لكم التصنيف بسرعة كده عشان ما ننساش، وكل واحد يعرف حجمه كويس جدا. ما ننساش في النهاية اللايك والشير، ونصلي على سيدنا محمد الهادي البشير ليلة الخميس ليلة الخميس وليلة الجمعة، الخميس ليلة الجمعة نصلي عليه أنا وحضراتكم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.